يا شيخ نعم. إني أحبك في الله، ولقد قال أحد أئمة المساجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن مدة بقاء الميت المؤمن في قبره يجعلها الله تعالى له كصلاة العصر أو الظهر. إيش إنه يجعلها الله كصلاة العصر إن بقبل وش؟ أن مدة بقاء الميت في قبره المؤمن طبعا يجعلها الله له كصلاة عصر أو ظهر. نعم. أقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا متحابين في الله. اعلم أن الزمن بالنسبة للميت يذهب سريعا كأنه ليس بشيء. أمات الله رجلا 100 عام، فلما بعثه قال كم لبثت؟ ماذا قال؟ يوم أو بعض يوم، وما السنة، يعني يوم أو بعض يوم، لأن الله أعلم أن الله أماته في أول النهار وأحيا في آخر النهار. أهل الكهف لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 وهو نوم، والنوم ليس كالموت، الموت أسرع ذهاب الوقت فيه. وهؤلاء الأمة اللي ماتوا لهم ملايين السنة تجدهم كأنهم ما مر عليهم شيء، كأنهم الآن ماتوا. لكن من كان في نعيم فوق فضل سيروح عليه الوقت سريعا أسرع بكثير، لكن اللي في جحيم نسأل الله العافية يتباطأ الوقت ويكون الوقت عليه طويلا. وهذا شيء مشاهد، حتى أن ابن خلدون وهو يعتبر من حكماء أهل الأخبار يقول إن أيام الأمن وأيام الرغد تمضي سريعا، وأيام الجوع وأيام الحروب والفتن تكون طويلة، وهذا صحيح. فأقول يا أخي كل المدفونون أو كل المدفنين على صح إذا جاء يوم القيامة فكأنهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ولهذا يقول المسلمون يا ويلنا من بعثنا من باقدنا، كأنه مرقد. الحاصل بارك الله فيك، أنا لا أعرف عن هذا الحديث هل هو صحيح أم لا، لكن أنا أقول لك إن المدة تزول سريعا أسرع من لمح البصر.